ما حقيقة ما حدث في زحلي بين النائب إيلي ماروني والوزير السابق الياس سكاف؟ بين فتاة الكرمة ومهرجان الزهور ضاع أسود زحلي، فلم تكن عروسة البقاع قد انتهت من التهام آخر حبات عناقيدها حتى ارتفع منسوب التوتر في صفوف نوابها الذين غادروا مهرجان الزهور احتجاجا على عدم الترحيب بهم بالطريقة التي رحب بها بغيرهم، في إشارة إلى كلمة رئيس البلدية الذي ذكر الوزير السابق الياس سكاف قبل أن يذكر نواب زحلي، وعلى رأسهم النائب إيلي ماروني الذي بدا الأكثر امتعاضا بين زملائه. فأمام جمهور كبير في مناسبة عظيمة كنا موجودين كل كتلة النواب لنشارك بهالعمل اللي بتقوم فيه البلدية مع المجتمع المدني بكل أطيافه. فنحن اعتبرنا أنه في تقصير فادح. وبعد الحادث جرى تداول معلومات عن أن تضاربا بالأيدي حصل بين مرافقي ماروني وسكاف، لكن سرعان ما أصدر المكتب الإعلامي للكتلة الشعبية بيانا نفى فيه الخبر جملة وتفصيلا واعتبره عار عن الصحة تماما. وأكد البيان أن رئيس الكتلة الشعبية لم يلتقي النائب ماروني في مهرجان الزهور، الأمر الذي أكده أيضا النائب أبو خاطر. يحصل أي تشابك كل هاي المبالغات لتزيد الزيت على النار. وبعد الإشكال اللا إشكال تابعت عربات الزهور مسيرها في شوارع زحلي وسط الحشود الغفيرة.